السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. وما تنسونيش اخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. اول تعليق اليوتيوبر المغربيه نواره من بعد اللايف ديال البارح، فخليكم معايا اخوتي باش تعرفوا على التفاصيل وتسمعوا شنو وقع. فكيف ما شفتوا اخوتي اللايف اللي نزلت به اليوتيوبر المغربيه نواره على الحساب ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، واللي كان صادم لجميع المتتبعين ديالها والمحبين ديالها اللي تصدموا فيها بزاف من بعد ما شافوا داك اللايف اللي عمر كانوا كيتوقعوا ان نواره غادي يشوفوها واحد النهار في واحد الحاله اللي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فكيف ما شفتوا اخوتي اللايف نواره كانت كتدخل وتخرج في الهضره، بزاف ديال الناس اللي لقاو كيقولوا ان نواره شاربه شي حاجه ماشي حتى هي هذه، ما غادي تكون غير سكرانه. وبزاف ديال المتتبعين ديالها والمحبين ديالها كذلك اللي دافعوا عليها في التعاليق وقالوا ان نواره ماشي ديال داكشي ومستحيل دير داكشي وعمرها ما غادي ديرو، حيت نواره انسانه من اطيب خلق الله، محبوبه عند المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، بعيده كل البعد عن المشاكل. فغير الاقدار اللي وصلتها لهذه الحاله، المشاكل مع الزوج ديالها اللي كتبغيه بزاف وعمرها ما كانت ناويه انها غادي تفرق معاه. وقالوا لهم ان الدواء ديال الاكتئاب هو اللي وصلها لهذه الحاله، ماشي ساهل داك الدواء نشوفوه غير من اكرام بيلانوفا كيفاش رجع ليها حياتها. فالله يدير لهم تاول ديال الخير، فالله يكون معاهم. وخواتات نواره خصهم يجيو عند اختهم ويوقفوا معاها في هذه المحنه اللي فيها. ولا احسن حاجه دير نواره هي انها تهبط عند والديها المغرب، تجي عندهم هما اللي غادي يوقفوا معاها ويساندوها في هذه المحنه اللي فيها. وهي ملي كتهبط المغرب كتولي انسانه اخرى وكتبدل، بحكم ان ما كاينش محسن من والديك، هما اللي غادي يوقفوا معاك. فالله يكون معاها والله يدير لها تاول ديال الخير. فنواره نزلت ستوري على الحساب ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام اللي خلق ضجه كبيره، وبزاف ديال الناس من بعد ما شافوا التعليق ديال نواره تخلعوا عليها وبداو كيقولوا عندك دير شي حاجه في راسها، هذه ما خصهاش تبقى بوحدها. فنواره نزلت ستوري اللي كتقول فيه: متعبه ولا ادري لاي دار انتمي، كل الاماكن ليست موطني. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صراحة خوتي هادشي كيدور في الخاطر، كثرة الضغط كتولد الانفجار، والإنسان كيبقى يخبي 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 حتى كينفجر شي نهار. فالله يكون معاها والله يدير ليها تاول ديال الخير. وبزاف ديال الناس اللي دعوا معاها الله يجعل لهم في ميزان حسناتهم. فدعواتكم معها خوتي بالشفاء العاجل، الله يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب، والله يعطيها الصحة والقوة والجهد باش تكون مع بنيتها. فكنتظر اخوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع. شكرا على حسن المتابعة، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامة.